بكل الأديان وآمنت بك وحدك، لكنك خذلتني. لم أجبرك على السجود لي، ولم أرغمك على الكفر بالخالق، لكنني دعوتك فاستجبت لي، فلا تلومني ولم نفسك. الأسرار الصغيرة يحميها الكتمان، والأسرار الكبيرة يحميها عدم تصديق العامة. بعد نزول آدم وحواء وإبليس إلى الأرض وخروجهم من الجنة، بدأ صراع من نوع آخر، صراع امتدت تبعاته إلى يومنا هذا. آلاف السنين التي لا يعلم عددها إلا رب العزة وإبليس وقليل من الخلق المنظر إلى يوم الوقت المعلوم، مرت على ذلك الحادث الذي سيغير مستقبل الأرض. كان آدم وحواء حريصان على تجنب إغواء إبليس لهما مرة ثانية، وهو أيضا لم يكن همه إغواؤهما، لأنه كان يعلم أنه سيفشل مهما قام به من حيل وألاعيب. لأن آدم وزوجه تعلما الدرس جيدا، درس كلفهما الكثير ودفعا ثمنه الجنة التي كانا سيعيشان فيها هما وذريتهما بدون كلل أو شقاء. وهما الآن في أرض موحشة تحيط بهما الأخطار من كل جهة، أخطار الطبيعة والبيئة والوحوش التي تسكن الأرض قبلهما. انتظر إبليس سنين طويلة حتى تكاثر نسل عدوه الأبدي آدم، وتكاثر نسله هو الآخر، كما استطاع في تلك السنين التي لا يعلم عددها أحد اليوم إلا رب العزة الذي يعلم كل شيء، وقلة مختارة، قلة من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. استطاع أن يستقطب لنفسه أنصارا وأتباعا من الجن والغيلان التي نجت من الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها بعد فسادهم في الأرض قبل خلق آدم. انتظر إبليس حتى مات آدم وحواء، ومات الجيل الأول والثاني والثالث من نسلهما، وبدأ الإيمان بالخالق يخفت في قلوب أبناء آدم ليعلن أكبر حرب سيعرفها التاريخ، حرب ستجمع سكان العوالم كلها، سفليها وعلويها، إنسها وجنها وملائكتها، معركة كان المنتصر فيها سيغير تاريخ الأرض بأكملها لآلاف السنين التي ستليها. لكن الطرف الآخر أيضا كان مستعدا للمعركة، حيث أسس مهلايل الحفيد الرابع من نسل آدم أبي البشر أجمعين جيشا من الإنس، كان الأول من نوعه للدفاع عن مدينتي بابل والسوس الأقصى. فقامت معركة كبيرة بين جيشه وجيش إبليس. حاول إبليس وجنوده غزو هاتين المدينتين، فقامت معركة رهيبة بين الجيشين، كانت الغلبة فيها للإنس، وكان من أهم نتائجها القضاء على جنس الغيلان، وقتل الكثير من المردة وعدد كبير من الجن، وفرار إبليس مع من تبقى من جنده إلى أقاصي الأرض خوفا من الإبادة. جاب إبليس الأرض هاربا من مطاردة الملائكة حلفاء مهلايل، وباحثا عن مأوى له وللناجين من أتباعه، ليوحد صفوفه من جديد استعدادا لمعركة أخرى. فانتهى به البحث إلى أقصى أرض العالم القديم، وفي أعماق بحر متلاطمة أمواجه، هنالك أسس مملكة عظيمة لا تزال قائمة إلى الآن، إنها مملكة الشيطان، أو مثلث برمودا كما يعرفها بني الإنسان. لم يكن اختيار لوسيفر لمنطقة في البحر مملكة له عبثا، بل كان لأسباب عديدة، ولعل الظاهر منها هو بعدها عن ممالك بني الإنسان، أما الباطن منها فهو تشبهه بالإله الأعظم في جعل عرشه على الماء، وهو ما خبر به ابن صياد وأقر عليه نبي المحمديين حينما سئل ابن صياد عما يرى فقال: أرى عرشا على البحر حوله حيات. فقال الرسول محمد: صدق، ذلك عرش إبليس.
حكم إبليس على مر العصور مملكة الشر وأسس مجلسا لوزرائه الذين يقودون مخططاته الشيطانية في عالم الإنس، وكانوا مثله من المنظرين أو على الأقل معمرين الآلاف السنين. أهم هؤلاء الوزراء طبر والأعور وصوت وداس وزلقون، ولهم أسماء أخرى نعرفهم بها مثل بافوميت ومردوخ وليليت ومنبوع. ولكل وزير جيش كثير من الأتباع يسانده في مهماته، حيث أسندت لثبر وزارة المصائب والكوارث التي تضرب بني الإنسان. أما الأعور فوزير المتعة المحرمة من جنس الأموال والمخدرات، وصوت وزير الكذب والدسائس، وداس وزير الفتن والتفريق بين الناس. ويزرمرون وزارة المال وما يرتبط به من فساد وغش وربا. ظلت مملكة إبليس هاته آمنة وبعيدة عن تواجد الإنس لعصور طويلة، حتى طور بني الإنسان الأرض وأصبحت كقرية صغيرة لا يخفى موطئ منها عن بشر، أو هكذا يظنون. وما إن بدأت سفن وطائرات الإنس تنتهك حرمة مملكة الشياطين وتكشف أسرارهم دون دراية أو قصد، حتى بدأت الشياطين في اختطاف طائراتهم وإغراق سفنهم، فصار مثلث برمودا محظورا على البشر الاقتراب منه. لينسج بنو الإنسان نظريات عديدة حول هذه المنطقة، أهي خطرة بسبب قوة الجاذبية، أم بها شدود مغناطيسي يسحب كل السفن والقوارب التي تقترب منه، أم هي قاعدة لمخلوقات فضائية، أم منطقة عسكرية أمريكية، متناسين عدوهم القديم وجيشهم العزوم الذي هزمه جدهم مهلايين. ولهذه المملكة قصة أخرى سأبوح لك عنها، فلا تستعجل الأحداث. وبعد الحرب الأولى بين الإنس والجن استمرت الحياة على الأرض تحت حكم البشر، وستستمر إلى أن يشاء الإله الأعظم غير ذلك. ثم سيشهد العالم حرب أكوان ثانية ستجمع مخلوقات العوالم كلها كما جمعوا في الحرب الأولى، حرب ذكرت في الكتب السماوية السابقة، فسماها اليهود والنصارى هرمجدون، وأطلق عليها المسلمون اسم الملحمة، فلمن ستكون فيها الغلبة؟ خصوصا وأن أعوان الشر استفادوا من هزيمتهم الأولى، واستعانوا هذه المرة بشياطين الإنس عبر أخويات سرية عديدة، أبرزها الماسونية والنورانيون، وتوحدوا تحت قائد لا يعرف إن كان من الجن أو الإنس وهجين بينهما، اسمه أنتيخريستوس أو المسيح الدجال أو المشايا. قصتنا لم تنتهي بعد، هناك المزيد من أسرار الصراع والاختيار لك.